عملية خلط ما بين الطازة وما بين المتعفن، لكن المستهلك يستطيع يتضح له عن عملية الضغط في المنطقة هذه. إذا ضغطنا على المنطقة هذه وصدرت رائحة كريهة، هذا يدل على أنها فاسدة، وهذه راحتها جدا كريهة. هذا سمك يجي من النرويج، وهنلاحظ في السمكة هنا خياشيمة خلاص بدت هذه في مرحلة التحلل. هنا سمك الزبيدي، هذا سمك باكستاني مستورد مذاب من الثلج ويباع على أنه طازة. كم كيلو هذا؟ هو مسجل عليه الآن 80 ريال، وسعره الحقيقي ما يتعدى 20 ريال. هذا سمك اسمه أبو هويل الحمري حسب ما ورد من الثروة السمكية السعودية. طبعا هذا يباع على أنه ناجل من الشرقية، وهذا ليس سمك الناجل. الناجل الحقيقي هذا هو، هذا سمك الناجل. وهذه السمكة بدت في مرحلة التحلل. لاحظ إلى العين تغير لون السمكة. نلاحظ الفرق ما بين السمكتين الآن. هذه سمكة فاسدة وهذه سمكة طازة. لاحظ تطاير القشور، تغير لون السمكة. هذه السمكة وصلت لمرحلة التسمم، تسمم الآدم، يعني ممكن أي إنسان يأكلها ممكن يتعرض للوفاة. والخياشيم إنها ليست الدليل. هنا الخياشيم حمراء والسمكة هذه غير صالحة للاستهلاك. أنت كم موجود؟ هذا كم يوم موجود أنت؟ هذا كلام غير صحيح. طبعا هذه السمكة لها أكثر من أسبوع. بالنسبة للفيليه، كل سمكة قاربت على مرحلة التحلل أو الفساد يقوم البائع بتحويلها إلى فيليه لعملية البيع السريع في السمكة هذه. طبعا الآن نحن ما نعرف وش نوع السمك هذا، لكن يدل السمكة هذه أنها بدت في مرحلة الاصفرار. هذه كل ما كانت صفراء دلت على أنها بدت في مرحلة التحلل ومرحلة الفساد. الأطراف كل ما كانت سوداء هنا في المرحلة هذه، هذا يدل على أنه روبيان مذاب من الثلج تعرض لعملية التجميد. هذا خربان ولا كويس؟ كويس. هذا كويس؟ طيب كويس. هذه سمكة طبعا ريحتها نتنة، وإذا انفصلت عن الظهر هذا يدل على أنها هذه غير صالحة للاستهلاك الآدمي. هذا من وين روبيان؟ هذا جدة. طبعا هذا روبيان أول كذبة كذبها علينا العامل، هذا مستورد من الخارج، وهذا غير متواجد في بيئتنا البحرية اللي هو الروبيان الجامبو. هذا مستورد من الهند ويباع في أسواق القطيف. هذه من وين هذا؟ هذا حق جيزان. هذا حق جيزان. طبعا الآن لو هذه من الباكستان أنا كخبير لا أستطيع أن أميزها، لأنه قطع الرأس وقطع الذيل فأخفى جميع الملامح بالنسبة للكنعل. طبعا المطعم هذا عنده عدة فروع. الآن أنتجة الأسماك هذه لا يوجد فيها حمرة وتفكك اللحم، ما يكون اللحم صلب. هذا يدل على أنه هذا سمك الباسة الفتنامي. هذا سمك الباسة الفتنامي من الأسماك الملوثة بيئيا، ويوجد في بيئة ملوثة في نهر الميكونغ في فيتنام. السمكة هذه وصلت لمرحلة التسمم لدرجة أنك ما تبين ملامح العين. يعني هذه ما يجوز شرعا بيعها، شرعا ما يجوز. يعني أي إنسان. هذا الزيت للسمك المقلي، هذا سمك زيت جدا ملوث. هذه تتبيلة الآن، نستخدمها اليوم نستخدمها بكرة. وجود الصدأ في الشبك هذا ممكن يعرض إلى تسمم الأسماك. ما فيها لا بحر ولا فيها. قسما بالله بالسمك، قسما بالله بالسمك. اسمعني يا ابو مصعب. تسمع ولا لا؟ تسمع ولا؟ والله لو تطلع صوتي عرفت انا. هذا هنا الداهية. هذا تدري وش ياكل؟ هذا هم يبيعونه كذا. تدري وش ياكل هذا؟ وش ياكل؟ هذا ياكل فضلات البشر وياكل الحشرات وياكل القراد. هذا سمك اسمه سمك الباص الفتنامي. شوفوا هذا سمك الباص الفتنامي، ما هو فيليه هامور. انت حاطه فيليه هامور. الروبيان اخف روبيان شفناه. الان الروبيان هذا لا حول ولا قوه الا بالله. هذا خلاص يعني هذا وصل لمرحله التعفن الشديد. وهذا روبيان باكستاني مفكوك من الثلج. طيب هذا احنا مسؤولين في هذه. ايه انت مسؤول. كيف تفك روبيان من الثلج وتبيعه على انه طازج؟ خلينا نكون واقعيين. جيب لي مطعم واحد. جيب لي مطعم. قبل شويه انا وديك لحمو حمزه اذا ما طلعت زي السمك زي ما قلت. هنا هذا الحبار، نوع من انواع الحبار مفكوك من الثلج. وهذا منتهية صلاحيته. شوف
الحبار لازم يكون متماسك. شوف المفروض اللحم يكون مائل إلى الأبيض في عملية هذه طبعا منتهية الكابوريا. نشوف اللحم في الداخل كيف. المفروض أن اللحم يكون أبيض ما يكون مائل إلى البني، وهذا يدل على فساد الكابوريا اللي موجودة في الشوربة. المدير طبعا هو خايف الآن يتصل بالإدارة. في ثلاجة. شوف هذا إنتاج بلد المنشأ الصين، ويباع على أنه طبعا من أرخص أنواع الكاليماري الموجود في السوق. وهذا الحبار اللي قبل شوي شفناه في الثلاجة الآن، هذا مذاب من الثلج ويقدم للزبون على أنه طازج، لأنه سبق أن حذرتهم أنا هنا من بيع الأسماك الباسة، وهذا هو موجود سمك الباسة. هذا ربيان من الباكستان، سعر الكيلو ب180 ريال، يعني سعر جدا مبالغ فيه على سعره الأساسي اللي هو 28 ريال.